الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في تسجيل جديد من تاج الحضارات الأقصر، من فيضان نهر حضارات العالم. يعني انتوا عارفين المعبود حابي اللي هو يمثل على شكل رجلين والصدر المترهل، وده دليل على الفيض، على الغنى، يعني ايه الفيضان. فبالمقارنة بالمثل، فاحنا هنا في تاج الحضارات الأقصر من فيضان اللي هو ايه معلومات حضارات العالم كله هنا في الأقصر. طب احنا فين؟ احنا في الدير البحري. طب الدير يعني ده هنا دير يعني؟ كان من فترة كبيرة كان أعيد استخدام المكان ده كدير في بداية العصر المسيحي هنا في مصر، ونظرا اضطهاد الرومان في الشمال فكان جم هنا المسيحيين الأوائل استوطنوا وحولوا المكان ده كدير، ولذلك أطلق عليه الدير البحري. طب يعني ايه البحري؟ يعني دير الشمالي، عشان يعملوا فرق بينه وبين دير المدينة. يعني دير المدينة دي منطقة اللي هي قرية الفنانين والعمال اللي هم كانوا يعملوا في المقابر والمعابد هنا في البر الغربي للأقصر. فهناك في معبد صغير كده للإلهة حتحور، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالمعبد ده كان يستخدموه الفراعنة كمعبد لعبادة المعبودة حتحور، كان يستخدموه الفنانين في الويك اند بتاعتهم ويتعبدوا للمعبودة بتاعتهم حتحور، وحتى هم بنوه لنفسهم يعني. طيب المعبد ده تحول إلى دير وسمي بدير المدينة. طيب هنا معبد حتشبسوت تحول إلى دير. طبعا عايزين يعملوا فرق، يعني المسيحيين الأوائل لما كان بعض منهم يجي هنا يقول لك احنا رايحين الدير البحري. يعني البحري من فين يعني؟ يعني إلى الناحية الشمالية من دير المدينة، الناحية الشمالية من دير المدينة. طيب احنا هنا ايه قصتنا؟ بص حضرتك، البعثة البولندية تقريبا من سنة 1961 ميلادية أخذت تفويض أو تسريح من الحكومة المصرية بإعادة إعمار وتجديد معبد الملكة حتشبسوت. يعني النسبة فوق 50% حطام كان متكسر وأعيد ترميمه مرة أخرى. طب أنت لو بصيت حضرتك للمعبد حتشبسوت على شكل درجات تشبه درجات الجبل. طيب التماثيل اللي فوق خالص دي خاصة بالملكة حتشبسوت، وهي على شكل ايه؟ على شكل أوزوريس. يقول لك ايوه دي على شكل أوزوريس علشان خاطر الرجلين مش باينة. ازاي يعني؟ طب ما الايدين باينة ماشي، والراس باينة والعيون باينة. انت عارف الموميا، شكل الموميا يعني الموميا ما بيبانش فيها لا راس ولا رجلين ولا اي حاجه. يبقى كده اللي هي الموميا، يقول لك على شكل موميا يبقى على ايه؟ موميا كامله. لكن اي تمثال في وضع الاوزيري سواء رجليه باينه وشه باين على شكل المعبود اوزوريس. ازاي يعني؟ بيضع اللي هو الذراع الايمن على الذراع الايسر، وكأنه بيشهد انه هو على العقيدة الأوزورية، يعني على عقيدة أوزوريس. ايوه عقيدة أوزوريس، لان أوزوريس لما انتقل للعالم الآخر انتقل في هذا الوضع. فهو اي تمثال بيتعمل في الوضع ده، سواء الرجلين الصوابع الرجلين باينة او الايدين اهو الذراع والصوابع الايدين باينة والوش وكله ده كده ايه؟ ده لايف، يعني ايه؟ يعني حي ماشي. ما تقوليش لا عشان خاطر ده وضع الموميا انه مات. لا 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 مش شرط يعني. هو احنا بنتكلم على الوضع الاوزيري، انه طالما وضع الذراع الايمن على الذراع الايسر يبقى هو كده يشهد انه هو على العقيده الاوزوريه. طيب التماثيل اللي فوق دي خاصين بمين؟ حتشبسوت. في بعض الناس تقول لك لا ده ابوها تحتمس الاول. طب يعني هي بالنسبه لاي تمثال بالشكل ده خاص بصاحب المعبد ولا حد ثاني؟ صاحب المعبد. طب ليه؟ علشان الروح بتاعته تجيله من المقبرة وتدخل في تمثاله من الأنف، وبعد كده هيحيا الحياة الأبدية ويشوف بقى إيه اللي هي الأعمال الدنيوية بتاعته
فين؟ في معبده، لأنه على أي معبد جنائزي كان يذكر السيرة الذاتية بتاعته، يعني السيرة الذاتية الخاصة بصاحب المعبد، لأنه إيه الديلي لايف سينز. يعني إحنا لو رحنا مقابر النبلاء هنلاقي الديلي لايف سينز بتاعته يعني إيه على جدران مقبرة الإيه النبيل من النبلاء دول. لكن بالنسبة للملك كل النصوص الدينية المكتوبة على جدران المقبرة هي عبارة عن كتب دينية أو نصوص من كتب دينية كان هم من يتعبدوا علشان خاطر يفتكروا الناحية الدينية بتاعتهم. طب والحياة الدنيوية يعني ما لهمش حياة دنيوية يفتكروها في العالم الآخر؟ لا، السيرة الذاتية بتاعت أي ملك من الملوك كبيرة وضخمة، يعني إسهاماته اللي عملها في حياته، حروب وانتصارات، ماشي، فدي عايزة مساحة كبيرة من المكان، فلا يصح جدران المقبرة. فإذا الباء تطير، ليها حرية الطيران في الدولة الحديثة. احنا هنا حاليا في الدولة الحديثة في معبد الملكة حتشبسوت. طبعا حرية الطيران تطير من المقبرة وتاجي هنا المعبد الجنائزي. سننموت المهندس المعماري المخطط المعماري ذكر اسمه هنا في هذا المعبد 21 مرة. يعني لو دخلت حضرتك على سبيل المثال في المكان الخاص بمعبد حتحور هنا في حتشبسوت، هتلاقي جوه في المنطقة اللي فيها قدس الأقداس خلف الأعمدة، في ما يجي لك ورا العتب يعني ورا الباب، ماشي، يكتب اسمه، ماشي، وهي سمحت له انه كان من المقربين سننموت، وهو المؤيد للملكة حتشبسوت وأسرتها، وهو اللي ربى الملكة حتشبسوت، فهو اللي خطط معبد حتشبسوت. فالمقبرة الخاصة بها ورا هذا المكان في وادي الملوك، لأن هي قالت إن هي ملك، وحاولت إن هي توصل ما بين المقبرة اللي هو سننموت، حاول يربط ما بين المقبرة والمعبد، وفي نفس الوقت هو نجح في إنه يربط ما بين المعبد ومعبد الكرنك، لأن هي قالت إن هي ابن آمون رع. هو نجح في الفكرة دي، فكرة إنه توجيه المعبد مباشرة إلى معبد الكرنك، لكن لم يستطع إنه يربط بكوريدور عبر الجبل، إنه يربط ما بين قدس الأقداس والمقبرة، لأن مقبرة حتشبسوت منحوتة في الصخرة حوالي 220 متر. طيب ما وصلتش هنا لأنه المسافة بعيدة شوي. طب هو لو وصلها كان هيبقى من أنظر الأفكار العالمية بالربط ما بين المقبرة والمعبد الجنائزي والبر الشرقي اللي هو معبد دار العبادة، معبد الكرنك، معبد آمون رع. فيعني شروق الشمس، لما تشرق الشمس هناك وتشرق الشمس هنا، وهم لو كملوا الفكرة كان هيعملوا هيعملوا في قدس الأقداس، هيعملوا كده. فاكر انت حضرتك اللي هو السرداب بتاع زوسر، الثقبين اللي هو بتاع انت عارف هرم زوسر مدرج والسرداب هناك، مش فيه كده ثقبين كده، وعندنا تمثال زوسر الكوبي ده الموجود والاصل موجود في المتحف المصري هنا بقى في حتشبسوت. فلو اكتملت الفكرة كان هيبقى كده في فتحتين صغيرين، والشمس تشرق وتدخل فين؟ لغرفة الدفن بتاعت او مقبرة حتشبسوت، ماشي، وكان هيحطوا لها تمثال للسرداب، يعني زي تمثال السرداب كده، وكان هتبقى فكرة كبيرة جدا هنا بس اخفق سننموت في انه هو يكمل المشوار. وانتهت قصة حتشبسوت طبعا بعد حكمها 22 سنة. شكرا جزيلا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. من الفقير لله، جمال سعد.